ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من درس ثورة الشعب المصري وتولية حكم مصر، وهي الصعوبات التي واجهت محمد علي في حكم مصر. طيب إيه هي الصعوبات دي؟ قلنا رقم واحد محاولة نقله، ثم رقم اتنين حملة فريزر أو الحملة الإنجليزية، وعندي رقم تلاتة الزعامة الشعبية، ورقم أربعة المماليك. أول حاجة هنتكلم على محاولة نقله. بنقول ضغطت انجلترا على السلطان العثماني لكي يتم نقل محمد علي الى ولاية سالونيك في مقدونيا اللي هي في اليونان، ويتم تعيين والي اخر عثماني اللي هو يعتبر محمد بيك الالفي. طيب انجلترا لما ضغطت على السلطان العثماني وارسل السلطان العثماني رسالة الى محمد علي يطالبه بتسليم السلطة دون معارضة الى والي عثماني اخر، محمد علي طبعا ما رفضش، ولكن جعل الزعامة الشعبية تضغط على السلطان، وده اللي حصل. وبالفعل تم تثبيت محمد علي بناء على رغبة الشعب المصري. طيب مين اللي هيزعل كده؟ اللي هيزعل انجلترا. انجلترا طبعا كانت عاوزة تضمن مصالحها الاقتصادية وتعين والي عثماني تبعها، ولكن ده ما حصلش. فاللي حصل ان العلاقة ما بينهم، ما بين انجلترا والدولة العثمانية توترت، فارسلت الدولة العثمانية حملة. المفروض طبعا مش الدولة العثمانية، انجلترا اللي ارسلت حملة بقيادة فريزر الى مصر لاحتلال مصر، وبنقول عليها الحملة الإنجليزية. طبعا خلي بالك إن الحملة الإنجليزية لها أسباب، أما الحملة الفرنسية لها أسباب. الحملة الإنجليزية دي بقيادة فريزر اللي هي انتهت بسوء العلاقة ما بين إنجلترا والدولة العثمانية، فأرسلت حملة عشان تشيل محمد علي، ودخلت من اسكندرية